عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يسعد ايامكم في وراحكم ويكبر بخاطركم يا رب. قبل ما نبتدي النهارده يومنا وفيديو بتاعنا ما ننساش طبعا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رايحه فين على الصبح كده مودينا معاك على فين؟ في مشكله كده في البنك تبعي، وقالوا لي لازم تيجي انت بنفسك يعني. مع ان ما بحبش اطلع في النهار عشان ابني طبعا صغير وكده، والجو نار 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 ما اقولكمش، بس قالوا لي لازم انت تيجي بنفسك عشان ايه يعني تبعي انا وكده، لازم انا اروح بنفسي. والحمد لله اتسهلت من فضل ربنا وبركاته علينا، اتسهلت وخدنا توك توك كده الصبح ورحنا، وما خدناش وقت يعني في البنك الحمد لله يعني، ورجعنا على طول. انا حبيت اخد لكم كده جولة على الصبح كده. ده محل زهران اللي هو الاصل هنا عندنا في اسوان، طبعا غنى عن التعريف. وكده كورنيش كده ساعة الصبحية فظيع، شكل كورنيش هادي وكده وجميل، بس للاسف الجو نار يعني. لحد ما احنا راجعين عشان نركب العربيه خطوتين بس عشان يعني نشوف لنا عربيه، الجو صعب، مفيش حتى شجره الواحد يقف تحتها. يا اخوان ازرعوا لنا شجره حرام عليكم ارحمونا. الحمد لله وربنا يجرنا من نار جهنم يا رب. رجعنا بقى البيت، بس رجعت بقول لكمش مصدعه والجو صعب. عملت لي كده كوبايه شاي بقى صعيده تظبط دماغنا عشان ايه نحضر غدانا. هو الحمد لله الغدا يعني في غدا من امبارح يعني، قلت يعني اطلعه سخنه عشان انا عارفه ان انا يعني طالعه الصبح، عشان كده يعني ايه كان في غدا في التلاجة. بحب لما اكون طالعه يكون في غدا قبلها بيوم عشان ما اجيش بقى في الحر واسخن، كفايه ايه الجو بره. هنا كنت بوريلكم الحنه ده كمان بعد ما اتحنيت يمكن باسبوع. شايفين الحنه بتاعت السعوديه وجمال حنه السعوديه، حدث ولا حرج، حاجه كده تحفه يعني. الحنه اللي هنا يعتبر بالنسبه لها ولا حاجه، الحنه سودة وجميله، وقاعده دلوقتي اسبوع، وزي ما انتم شايفين يعني الكاميرا كمان ظلمها، لونها غامق كده مش احمر بس لونها غامق، تحفه يا بنات، وريحتها حلوه كده يعني جميله. وشايفين الضوافر كمان، انا عملت الضوافر انا يعني. الحنه دي عشق الحنه، بحبها جدا جدا جدا. بصوا الضوافر كمان غامقه وجميله، والله الكاميرا كمان ظلمها، كل ما بتقعد بتغمق، مش عارفه ايه السر. دلوقتي انا ايه بستلقط اي حد رايح عمره عشان اوصيه يجيب لي حنه معاه. تحفه بصراحه. انا وجايه بقى جبنا ايه معانا، جبنا ذره اللي هي بتاعت البليله. انا بحب ايه اعمل لهم بليله رز بلبن، اعمل لهم جيلي كسر عشان يعني ايه الجو حر، بنحب حاجه كده بقى يعني ايه ساعه كده وطر علينا. جبت اللي هي الذره دي بتاعت البليله، قلت ايه اطر لهم كده ايه في الجو النار اللي احنا فيه كده، نطر علينا. الجو اليومين دول صعب صعب. اول ما جيت انا من بره شغلت التكييفات وقعدت بقى اشرب ميه ساعه، يا لهوي ربنا يرحمنا يعني، يعتبر البيت رحمه عن بره بكتير. هنا كنت بشرب شاي من كتر ما مصدعه، الدماغ كانت هتنفجر، مع ان احنا ما مشيناش كتير في الحر يعني. احنا ورايحين بتوك توك زي ما انتم شفتوا معايا، ودخلنا البنك وطلعنا برضو بتوك توك، ما مشيناش كتير، بس الجو صهد كده. بعد ما نقيت البليله، هي ما فيهاش اي حاجه بس الواحد بنقيها. بعد كده هغسلها بقى مره واثنين وثلاثه زي ما انتم شايفين، نخليها كده فله شمعه منوره. اهم حاجه تغسلي البليله كويس، هنغسلها كويس جدا عشان بقى نعمل شويه بليله ايه في الجون كده. شكرا لكم، فرحتوني في الفيديو اللي فات بكلامكم الجميل وكومنتاتكم الجميله وتعليقاتكم الجميله، وربنا يفرح قلبكم ويسعدكم ويكبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض، ويبارك لكم في اولادكم وتفرحوا بيهم، ويجعلهم كده ذريه صالحه ليكم وسند وبرين ليكم. ربنا يفرحكم بيهم، ربنا يفرح قلبكم ويسعدكم ويبعد عنكم اي عين واي حاجه وحشه واي شر واي مرض. ربنا يفرحكم ويسعد قلبكم، ربنا يفرح قلبكم، واقفين في ظهري وساندني وبتدعموني وبتشجعوني. ربنا يديم المحبة بينا يا رب، ويبعد عنا اي حاجة وحشة ويسعدكم يا رب. غسلنا كده البليلة كذا مرة، بعمل الخطوة دي عشان تلاقي البليلة كده دايبة معاكي وما بتاخدش سوا كتير على النار. بعد ما بغسلها كويس جدا في بولة كده او في حلة الموجودة عندك، بتيجي تغلي كده مية في الكاتل او مية بقى في اي حاجة كده عندك، وبتيجي تضيف المية المغلية على البليلة وتيجي تغطيها. انا هنا كنت هغطيها بس لقيت الطبق صغير، هجيب الطبق الكبير ده وهغطيها طبعا في الميه المغليه، اسيبها 3-4 ساعات على قد ما تقدري تسيبيها طبعا في الميه المغليه. التكايه دي حلوه عشان لما تيجي تسويها على النار ما تاخدش سوا جامد معاكي على النار. هسيبها بقى كده على جنب لحد ما نحضر غدانا ونتغدى، ونيجي بعد كده نسويها مع بعض. يلا بينا.
خلاص بقى اتغدينا، بس ايه مرضتش اجيب معاكم الغدا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اتغدينا بالف هنا وشفا وريحت شويه، وبعد كده ايه قمت بقى اغسل البوتاجاز قبل ما اعمل البليله بقى عشان نعملها كده بنفس مفتوح، عشان تقفي كده في مطبخك كنتي نفسك كده مفتوحه. قلت اغسله، هو يعني ايه يا دوبك حاجات كده بسيطه عليه، يعني سبته يومين 3 ووصل للمرحله دي. جبت كده الباور بتاع ماي واي ورشيت كده رشه حلوه كده، ونغسله بقى عشان يبقى ايه فله شمعه منوره كده، ويفتح نفسنا احنا وبنعمل الحاجه. عايزه ان شاء الله كده باذن الله يومين كده وافور المطبخ كده ونعمل كده تنظيفه حلوه كده مع بعض نتشجع. احنا اليومين دول كسلانين شويه كده، ما تعرفوش في ايه، في الجو كده خمول كسل، هو الجو مش مساعد الواحد ان يعمل حاجه، الجو صعب. بس هنتشجع كده مع بعض ونعمل روتين حلو كده في المطبخ عشان تشجعوني، عشان انا بتشجع بيكم. عشان انا يعني اليومين دول سبته كده شويه، الجو صعب، بس هنرجع كده يعني نهتم بيه ونخليه كده فل شمعة منورة عشان انا بتشجع بيكم. هنغسله كده ونخلي البوتاجاز بتاعنا زي الفل عشان نعمل البليلة بتاعتنا بقى، احلى بليلة بقى. تعملي احلى بليله من ايدك يا قلب اختك، كفايه من ايدك دي حاجه كده. بصي يعني هتبقى مسكره عشان انت طبعا عملتيها بايدك، ايدك المسكره دي. معلش عايزه اوضح نقطه بسيطه عشان يعني اتسالت فيها النقطه دي من كذا حد، بيقول لي ليه ما بتظهريش يعني على القناه. انا من شرطي يعني ان انا افتح قناه، جوزي شرط عليا ان انا ما اظهرش. في قنوات كتير جدا وكبار مش صغيرين، قنوات معديه يعني نص مليون ما بيظهروش. مش شرط يعني ان انا عشان اظهر قناتي يعني تكبر وكده، لا مش شرط. الرزق ده بتاع ربنا مش بتاع المخلوق طبعا. فين الحله منوره ازاي على البوتاجاز؟ الشاطره تقول لي الحله دي ايه؟ دي الحله الجديده فاكرينها. جبت بقى الحله كده، وهنبتدي بقى نجيب البليله عشان نسويها. البليله بعد ما خلاص نقعتها 4-5 ساعات صفيتها من الميه، وهنبتدي بقى دلوقتي نسويها. شايفين بقى بعد ما احنا سيبناها 4-5 ساعات في الميه السخنه بقت ايه طريه كده، وابتدت البليله تنفش معايا. هنجيبها كده نفضيها في الحله بعد ما ايه نقعناها. دي طريقتي في عمل البليله، بتبقى مستويه وزي الفل وما بتاخدش معاكي سوا، بتبقى دايبه. بصوا بقى التكايه دي بصراحه انا اول مره اضيفها، انا شفتها كتير يعني بيضيفوها على اليوتيوب، يعني كذا قناه، قلت اجربها مش هنخسر حاجه، احنا يعني عايشين ليه عشان نتعلم، كلنا بنتعلم من بعضنا، مش عيب يعني لما الواحده تتعلم من حد، مش عيب طبعا. هنضيف بقى معلقه الرز، انا ضايفه نص كيلو بليله، نص كيلو بليله عليهم معلقه كبيره رز، يبقى نص كيلو بليله عليهم معلقه كبيره رز. وما اقولكمش طعمها تحفه، وفرقت معلقه الرز فرقت جامد جدا. يعني تضيفيها جمدي قلبك وما تقلقيش، حلوه جدا، ومش بتحسي ان ايه في رز كده في البليله زي اللي انت تشتريها من بره بالظبط. هم نضيفين لهم يعني اللي بتشتريها من بره ضيفين لها رز يعني. طب انتوا دقتيها؟ انا دقتها، لان انا دلوقتي انا بسجل صوته على الفيديو، يا دوبك مخلصه معاكم الفيديو دلوقتي وبمنتجه دلوقتي وهننزله في نفس اليوم. غطينا بقى الحله بتاعتنا وهديت عليها النار وسبتها تستوي مع نفسها. دلوقتي بقى بعد ما استوت البليله معايا ويعني كبرت كده، حجمها كبر وفتحت كده ودابت، نزلت بقى بمعلقه ونص سكر على حسب ما انت السكر يعني بتحبيها مسكره بتحبيها متوسطه زي ما انت بتحبي. ونزلنا بقى بكيلو لبن، نزلت بقى كمان بنص كوبايه لبن مدوبه فيها معلقه صغيره نشا، تمام كده، و2 باكو كده من الفانيليا عشان تديكي كده ريحه حلوه كده وطعم حلو. طبعا الاضافات دي بتضيفيها بعد ما البليله بتستوي وتلاقي حجم الميه قل فيها. طبعا انا ضفت للبليله عشان تستوي ميه مغليه، تمام كده، وبغطيها وبسيبها على نار هاديه. كل ما ايه الميه تنشف بضيف لها ميه مغليه لحد ما تلاقي حجم البليله كبر وابتدت كده تتفتح ودابت معاكي، تمام كده. ضفت لها بقى اللبن والسكر والنشا زي ما انتم شفتوا، وهديها غلوتين وطفيت عليها، وادي غرفت في الاطباق. شايفين بقى الحله نظيفه فله كده، ولا فيها اي حاجه لزقه ولا اي حاجه. وغرفت بقى الاطباق، طبعا اكيد هتلاقي ايه بقعه كده نزلت على البوتاجاز، هنمسحه ونخليه زي الفل. ادي بقى غرفت الاطباق بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالف هنا وشفا. وغرفت كمان طبقين كده كمان ندوق لجيراننا حبايبنا، يعني اي حاجه الواحد تعمليها حلوه لازم تدوقي حبايبك وجيرانك. ربنا يديم المحبه يا رب ويحبب فينا خلقه، واهم حاجه كده اي حاجه تعمليها تدوقي حبايبك اللي حواليكي. ربنا يديم المحبه يا رب بينك وبين اي حد بتحبيه يا رب. هم برضو لما بيكونوا عاملين حاجة حلوة بيدوقونا، بندوق بعضنا. ربنا كده يديم المحبة ويحبب فينا خلقه يا رب. ادي بقى البليلة هندخلها التلاجة. احنا عن نفسنا بنحب البليلة ناكلها ساقعة، يعني في ناس بتحب البليلة سخنة وفي ناس بتحبها ساقعة، انا عن نفسي بنحبها ساقعة.
هنا بقى قلت ايه الم المواعين بقى ونخلي ايه المطبخ كده فله شمعة منورة عشان اقعد كده وانا مرتاحة، عشان بعد كده لما اجي واكل البليلة اكلها كده وانا ايه مرتاحة بقى وايه على قلبي كده مراوح، ما خلاص مطبخي فله شمعة منورة. هنغسل بقى المواعين وهنلمع البوتاجاز عشان لو في اي نقطة كده نزلت مننا، طبعا مكان البليلة لما بتيجي تغلي اكيد هتنقط كده نقطة كده نقطة كده، نلمع البوتاجاز بتاعنا ونخلي كل حاجة كده ايه فله شمعة منورة. رب اكون وضحت بس النقطه اللي ايه بتسال فيها ليه ما بتظهرش في القناه. انا من 5-6 سنين كنت بشوف يعني قنوات على اليوتيوب، ما كانتش قنوات كتير يعني هم كام قناه كده على تعديهم على صوابعك. لما كنت بشوفهم اقول له جوزي افتح قناه، ما كانش يعني رافض، قال لي افتحي عادي ربنا يبارك له يا رب، كانش رافض يعني، بس قال لي ما تظهريش يعني عايزه تفتحي ما تظهريش. بعد كنت بقول له عادي يعني لما اعمل اكله حلوه اقول له لا يا عم انا هفتح قناه واعمل يعني اصور فيها الاكله وكده، يقول لي عادي ما فيش اي مشكله. لما بقى الموضوع كبر في دماغي قلت له ايه يعني افتح قناه، قال لي ما فيش مشكله بس ما تظهريش. طبعا الواحده لازم تسمع كلام جوزها، طالما ما هو يعني رضي وسمح لي خلاص يبقى اسمع كلامه زي ما هو رضي، اسمع برضو كلامه في النقطه دي، ويعني بطلع ما بظهرش. فتحت القناة عشان يبقى لي أصحاب وحبايب وعيلة كده تانية واتسلى، عشان أنا مش بطلع كتير يعني، أنا اللي بيطلعني من البيت بروح يعني أطمن على بابايا ومامتي ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب، يعني كل أسبوعين يمكن بطلع يعني يوم، كمان بطلع مرة في الأسبوع عشان بروح المسجد عشان بحفظ قرآن، ربنا كده يثبتنا يا رب ويجعلنا كده من حافظيه ونختمه كده احنا في أحسن صحة وفي أحسن حال، ذاكرنا منه ما نسينا يا رب. ادي الحله لمعناها وخليناها كده ايه بتبرق كده مرايه نشوف وشنا فيها. ما بنطلعش يعني فين وفين، حتى انتم بتشوفوا معايا في الفيديوهات في لما بطلع بهول بنات، احنا كنا بنطلع كده من قبل الكورونا، كنا لينا يوم كده مخصوص اطلع فيه البنات، بس بعد كده من بعد الكورونا لما بنيجي نطلع باجي تعبانه، يعني لازم نيجي نطلع لا تحصل مشكله انا وجوزي او انا والاولاد، ولازم كل ما باجي بتعب يعني اخد نفس اليوم بالليل اتعب فيه لحد تاني يوم واخد مسكنات وعلاج، بتعب جامد جدا جدا جدا، جسمي بتعبني والجيوب الانفيه ورجلي معرفش ايه السر، عشان كده دلوقتي ما يعني ما بطلعش خالص الا لما للضروره جدا لما البنات كمان بتخنقوا. ادي بقى شفتوا اخرة الرط، خلينا الحوض بتاعنا فله شمعة منورة، وخلصت المطبخ ولمعته، وكان عندي كمان شوية غسيل شغلت عليهم الغسالة لحد ما انا غسلت المواعين ولميت المطبخ، كان الغسالة فصلت وقلت انشر بالمرة، اما عين ما بحبش انشر بالليل بس يعني ايه عندي شوية غسيل حلوين كده قلت لا نخلص منهم، وطبعا انتوا زي ما شفتوا الصبح ما قدرتش انشر اغسل يعني وانشر لان احنا جيت من بره طبعا عقبال ما جيت ومن الحر وفرهطت عقبال ما حضرت الغدا وريحته، وبعد كده شفت المطبخ يا دوبك الليل دخل قلت ايه انشرهم، هو كان يا دوبك العشاء كانت بتأذن يعني انا بنشر كانت العشاء بتأذن، هنا كنت قلت اخلص منهم بقى انشرهم وادخل بقى اصلي العشاء كده واحفظ كده القرآن شويه، وبعد كده بقى ايه كده اليوم خلص معاكم، يا رب النهارده يومي البسيط يعني يكون نال اعجابكم وما كنتش رخمت عليكم بقى وصدعتكم كده ورغيت معاكم كتير. هنا كنت بوريكم كان الدنيا ليل، كنت منوره بقى البلكونه عشان اشوف كده الغسيل وكده. يا رب النهارده يومي يكون خفيف على قلبكم، لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتيش احلى لايك من ايدك قلب اختك انزلي بسرعه اعملي لي احلى لايك من ايدك واحلى اشتراك عشان عيلتي التانيه تكبر بيكي قلب اختك. شفتوا بقى مالها قعده البيت زي الفل، اهم حاجه طالما كويسين زي الفل، ايه يعني انا اطلع وافرح بالطلوع واجي اتعب، لا اهم حاجه يبقى كويسين، ربنا يقوينا ويدينا الصحه والعافيه يا رب ويبعد عنا اي شر واي مرض يا رب. انزلي بسرعه في رسمه الصبع تحت الفيديو تضغطي عليها عشان تعملي الاحلى لايك من ايدك، وتحت الفيديو في كلمه اشتراك باللون الاسود تضغطي عليها عشان تنوريني في عيلتي التانيه وتكبر بيكي قلب اختك. اتفرجي عليا لاول مره ما تعرفنيش، انا قناه ام البنات البسيطه من اسوان، قناتي بسيطه جدا زي اي بيت كده، بيوتنا البسيطه الحلوه دي. اسيبكم بقى في رعايه الله حفظه في فيديو جديد ويوم جديد، السلام عليكم ورحمه الله.